السلام عليكم. صدمة وانهيار الإعلام الجزائري بسبب ما حدث لاتحاد العاصمة الجزائري عند وصوله للمغرب. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. وصلت بعثة اتحاد العاصمة الجزائري إلى المغرب لملاقاة الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. ولكن أكثر ما صدم الإعلام الجزائري هو الاستقبال الرائع لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري عند وصوله المغرب، حيث صرح المحلل الجزائري علي بن شيخ وأدلى بتصريحات لقناة الهداف الجزائرية وقال: لقد أحرجتنا المغرب بكرمها، فهم فتحوا الأجواء الجوية للطيران الجزائري مباشر إلى المغرب ولم يتعاملوا بالمثل مما نفعل نحن مع الطيران المغربي، فيجب علينا ألا نخلط الرياضة بالسياسة، ويجب فتح الأجواء الجوية الجزائرية أمام الطيران الملكي المغربي الناقل للمنتخبات المغربية وأيضا للأندية المغربية المشاركة في البطولات الإفريقية. فالمغرب دائما تعطينا دروس في الأخلاق والأدب، بعكس ما نفعله نحن كجزائريين الذين نرفض فتح المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي الناقل للمنتخب المغربي للناشئين تحت 17 عام في البطولة التي ستقام في الجزائر في 29 من الشهر الحالي، ونحن لا نعلم حتى الآن إذا كان المنتخب المغربي سيشارك في هذه البطولة أم لا. ويجب على المسؤولين في الجزائر فتح الخطوط الجوية فورا أمام هؤلاء الصغار الذي من الممكن يتدمر مستقبلهم في الوصول إلى كأس العالم بسبب هذه الإجراءات السياسية. فالمغرب لا تفعل مثل ما نفعل نحن معها. وفي النهاية لو أنت محب وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم جديدنا.